تقبل الله منا ومنكم تقبل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل
تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها يهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة في الإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءكم
مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد
أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفسهما ويسألونك ماذا ينفقون وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولمؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم
في المحيض لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المعتدين ويحب المتطهرين ولا تجعلوا الله عرضة لسائكم حيث لكم فقد فعلتم حرثكم وأنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله اعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا أيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور حليم فإن الله غفور رحيم وليبعث ربي على قدر الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنا بالله واليوم الآخر وبعولهن أحق بردهن في
في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. لكم الرذل لكم الرذل فإمساكم بالمعروف وإمساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان لا حل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما احتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود
أحسن ولا تتخذوا آيات الله هزوا فلا تعضلوهن
إذا
قرأنا من القرآن الله يا ربنا تقبل منا ما قرأنا من القرآن واجعل ثواب ذلك فداه من النيران فداه من النيران يا Tuhanku Tuhan di Kamu di malamnya Kamu berdoa Kamu berdoa kitab suci kami lagi Quran mulia kalam ilahi Quran mulia ya Rabbana taqabbal minna ma qara'na min al-Qur'ani ya Rabbana تقبل منا ما قرأنا من القرآن واجعل ثواب ذلك فداه من النيران فداه من النيران الله Allah kadirun maha kuasa segala arwah dosa ampunan menepurkan dalam kuburnya menepurkan dalam kuburnya ya Rabbana taqabbal minna القرآن يا ربنا تقبل منا ما قرأنا من القرآن واجعل ثواب ذلك فداه من النيران فداه من النيران dosa banjarakan dengan kaki dosa di bibirkan dengan mata dosa di dada pegang keji cara kaki yang tambah cara kaki yang tambah ya Rabbana taqabbal minna ma qara'na min al-Qur'an ya Rabbana taqabbal minna ma qara'na min al-Qur'an waj'al thawaba dhalika fidahu min al-niran fidahu min al-niran pengampunan dosa yang sakit wa ya Rabbi ampun sina dosa apapun berulang lagi bertambah nikmat surga nikmat surga ya Rabbana taqabbal minna ma qara'na min al-Qur'an ya Rabbana taqabbal minna
واجعل ثواب ذلك بناه من النيران بناه من النيران من بأن بنا لم كونوا يا Tuhan ku beri segala banyak Tuhan turun minur kita kubur kukuban surga Tuhan kubur kukuban surga ya Rabbana taqabbal minna ma qara'na القرآن يا ربنا تقبل منا ما قرأنا من القرآن واجعل ثواب ذلك بناه من النيران بناه من النيران Amin ya Allah, amin ya Rahman. Banyak perkara kami berdoa dengan mukjizat saya jalan dan sia-sia hari menang dan sia-sia ya Rabbana تقبل منا ما قرأنا من القرآن يا ربنا تقبل منا ما قرأنا من القرآن واجعل ثواب ذلك بناه من النيران من النيران نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا الله يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا ويرزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل صرنا على من ظلمنا وانصر على من عادنا واكفي شر ما أهمنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اغفر وارحم لأهل هذا الطعام وارزقه من الهلال وجنبه من الحرام واتمم نيته يا رب العالمين
اللهم طول عمرنا وسحن أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن عملنا ووسع رزقنا وإليه خير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابعد بيننا من البلاء كما بعدت من المشرق والمغرب. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولقراباتنا ولأهل بيتنا ولمن وضعنا ولمن حضر لنا ولمن أحسن إلينا ولمن غضبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل وصل صابا مثل سبب ما قرأناه من القرآن العظيم هادية واصلة بالغة نازلة منا إلى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل سبب ذلك لأرواح آله وصحبه أجمعين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح جدنا وإلى أرواح جداتنا وإلى أرواح أستاذنا وخصوصا إلى أرواح تنكو هجي يوسف بن تنكو في القبور. اجعل اللهم بفضل فضلك وجودك وكرمك سبب ذلك عتقا وفككا ونجاة وسترا من النار لنا وله. واغفر لهم لنا ولوالدنا ولوالده ولمشايخنا ولمشايخه ولسائر القرابة والإخوان واشملنا بالعافو والغفران والفضل والإحسان يا كريم يا حنان يا رحيم يا رحمن يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مقبره. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه فاغفر له يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا وأجره من النار. اللهم أجرنا وإياه من حطاب النار. اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقابه من النار. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصرح صدورنا وأن تقضي حوائجنا. اللهم أنزل في قبره رحمة وضياء والنور والمحية وروحا والريحان وسرور من يومنا هذا يوم البعث والنشور إنك مالك الرب الغفور. اللهم اجعل القرآن لنا في قبره مؤنسا وفي القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وبلقاء الله سبحانه وتعالى وسلا. اجعل الموعد بيننا وبينهم الجنة إلهي يا ربي وجنتك جنة النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم أنزل الرحمة والبركة والسلامة والعافية والنعمة ومغفرة علينا وعليه وعلى أهل هذا البيت خاصة وفي بيوت المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمه بالقرآن العظيم رحمة واسعة واغفر له مغفرة جامعة يا ملك الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ببركة من القرآن العظيم أن تصرح صدورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تحصل مقاصدنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تصحح أجسادنا وأن تثبت إيماننا يا رب العالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه